لو بتخسر كتير في بيس موبايل الفيديو ده هيغير مستواك 180 درجة. السر ببساطة مش في اللعيبة اللي معاك، السر في طريقة لعبك. فخلينا كده اقول لك كام نصيحة مهمة جدا لو عملتهم اتحداك انك تخسر اي مباراة. اول حاجة ما تجريش باللاعب كتير. يعني يا صاحبي اللعب السريع هو التمرير، والتمرير هو اللي بيكسب. تاني حاجة استخدم يا صاحبي الدفاع كويس. ازاي استخدم الدفاع كويس؟ انك تلعب باسلوب لعيبه في الدفاع يحافظ لك على الكوره، غير كده يكون تمركزاتهم كويسه. يعني بكل سهوله هتلعب باسلوب لعب اتنين في الدفاع، عندك لاعب محطم ولاعب بناء لعب، وعندك الاتنين الاظهره هيكونوا اسلوب لعبهم دفاعي. ومش كده بس، لا ده انت كمان هتديهم تعليمات دفاعيه. وهنا في غلطه كتير 99% من اللعيبه بيغلطوا فيها، انهم بيضغطوا بالدفاع. فعايز اقول لك يا صاحبي اوعى تضغط بالمدافع. عندك نص الملعب وعندك صناع اللعب، اضغط بيهم. لو نص الملعب مفيش ولا صانع لعب ولا لاعب نص ملعب، فاضغط باللعيبه الاظهره. وغير كده مش عايزك تفضل تضغط طول الوقت، لا يا صاحبي خلي الخصم هو اللي يضغط عليك. يعني لو الخصم معاه الكوره يا صاحبي ما تروحش بكل سذاجه تضغط عليه بلاعب واثنين وثلاثه، لا انت ارجع نص ملعبك وهو غصب عنه هيباصي غلط او هيتصرف غلط وهيديك الكوره. تاني حاجه لاعبين خط الوسط، عندك هيكون تلعب باتنين، واحد دي ام اف يكون لاعب ارتكاز، والتاني هيكون لاعب خبير صنع اللعب. اما بقى يا صاحبي في الهجوم عندك الاربعه اللي قدام العب بيهم زي ما انت عايز. ولو فكره الفيديو عجبتك يا اسطوره اكتب لي في الكومنتات انزل لك فكره تانية عن ايه، يعني الفيديو الجاي هيكون عن ايه، او انت محتاج ايه في اللعبه عشان اعمل لك فيديو عليه. وغير كده بقى اعمل لي بقى لايك للفيديو واشترك معايا لو انت مش مشترك. وبس كده يا اسطوره، سلام.